تعال نطبق على خناقة حقيقية. تخيل الساعة 12 بالليل انت قاعد بتقلب في الموبايل وفجأة رسالة من الطرف التاني: انت اتغيرت، ما بقتش مهتم زي الأول. هنا الخواف ركب دماغك في فهمته ثانية، قلبك دق، نفسك اتقطع، دماغك بتقولك يا لهوي هتسيبني، رد بسرعة قبل ما البنت تروح. الرد بتاع الخواف لو سبته يسوق هيبقى ايه؟ لا والله ما اتغيرتش، انت اللي حساسة بزيادة، واصلا انا طول اليوم مطحون في الشغل عشانك. النتيجة خناقة 3 ساعات، نوم مقريف، ودماغك تعبان. تعالى نعمل ريست ونشوف السيناريو التاني. الرسالة جت تاني: انت اتغيرت. المرة دي هنركب العقل. اول ثانية هناخد نفس عميق، الخواف يهدى. تاني حاجة نسمي، قول جواك انا متوتر وخايف تتقلب خناقة، الخواف ينزل 50%. تالت حاجة نادي العاقل، اسأل ايه الرد اللي مش هندم عليه الصبح. العاقل ركب هيقولك ده مش هجوم، ده شيت تيست، هي بس عايزة تحس بالأمان. ترد تقول ايه؟ تحط الموبايل، تستنى 5 دقايق وترد. الرد ممكن تعالي نتكلم بكرة لما نكون هاديين علشان كلامك يهمني، وبعدين تقفل النت وتنام. النتيجة انت اللي سقط، ريحت دماغك، وريت الطرف التاني انك عاقل مش خايب. الخناقة اللي كانت هتاخد 3 ساعات خلصت